السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأحسن حال. ان شاء الله فيديو النهاردة كله إفادة واستفادة. تابع معايا للنهاية وأوعدك هتخرجي منه مستفادة. ولو لسه كنت أول مرة تشوفي قناتي أتمنى تدعميني بلايك حلو كده منك يا غالية للفيديو عشان يترفع ويوصل لباقي اخواتك. طب يوصل بقى لباقي اخواتك ليه؟ باقي اخواتك عشان لما اخواتك يعملوا اللي انت هتعمليه ان شاء الله ويستفادوا من الفيديو باي معلومه صغيره كده، فانت ايه، هما بقى يفرحوا ويبسطوا وانت بقى ايه تاخدي الاجر عشان انت فرحتيهم وبسطتيهم. والايه والدل على الخير كفاعل. حطي لايك بقى، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد اول لما انزل اي فيديو وتكبر عيلتنا الجديده. وتعالوا اشربوا معايا شاي، نسيت اقول لكم تعالوا اشربوا معايا شاي والله تيجي تنوروني. لكل واحده بقى بتقول انا باخد مصروف البيت وما بعرفش احوش منه ولا قرش. انا باخد مصروف البيت وعليا ديون. انا ماسكه مصروف البيت في ايدي ومعايا معايا بنت ولا بنتين في ايدي مش عارفه اجهزهم. معاها بنات يعني ومش عارفه اجهزهم. انا ماسكه مصروف البيت في ايدي ومش عارفه اركن ولا قرش ولا حتى اجيب اي حته ذهب. انا ماسكه مصروف البيت في ايدي ومش عارفه اجدد حتى السجاد بتاعي. مش عارفه اغير اوضه النوم بتاعتي. مش عارفه اغير التلاجة. مش عارفه اغير البوتاجاز عمال يهب فيا ومش عارفه اغير. طب اعمل ايه؟ الستاير اتقطعت ولا ستارة البلكونه يعني عليا اتقطعت والناس بيشوفوني وكشفاني ومش عارفه اعمل ايه وبقت غاليه عليا ومش عارفه حتى اجيب اي حاجه. مش عارفه اجدد الانتريه. مش عارفه ادهن اوضه العيال بهدلوها وبوظوها ومش عارفه اعمل ايه ولا ايه. نيجي بقى نقول لنفسنا ايه ده اللي جاي على قد اللي رايح واللي حوش من زمان. لا انا بقى ما احبكيش تقولي الكلام ده ولا عايزاكي اصلا تقولي. تعالي اقولك على كام فكره والله العظيم لو انت فعلا عملتيهم هتدعيلي وهيفرق معاكي جدا 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 وهتجددي بيتك مادام انت حاطه في نيتك الخير وانك تعمري بيتك وتدبري وتوفري وما تضحكيش عليكي حد وتشتري لبناتك اللي هم عايزينه ان شاء الله. الفيديو ده هيفيدك. بصي بقى المصروف مش هاخده كده واطبقه كده واحطه في البوك وانزل السوق اجيب بقى اللي انا عايزاه. وده انا لو نازله اصلا ب5000 جنيه او ب10000 جنيه هتنزلي وتطلعي من غير ولا جنيه في البوك. هو ده الطبيعي. فاحنا ما ناخدش المصروف نروح حاطينه في البوك ونصرف زي ما احنا عايزينه وفي الاخر نيجي نقول الفلوس راحت فين والفلوس ما فيهاش بركه. الفلوس مش عارفه الفلوس زي العصافير بتطير. لا لا لا، احنا عايزين الكلام ده كله كلام كده عملي نطبقه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه تعمليها عشان تحسي ببركه الفلوس تطلعي صدقه اللي ربنا يقدرك عليه. 5 جنيه 50 جنيه 100 جنيه اللي تقدري عليه. ودوت بيبقى بينك وبين نفسك محدش يبقى عارف. ما تقوليش انا راح اطلع بقى صدقه ولا انا مش عارفه لا. ولا انا مثلا جبت. انتوا عارفين بقى طبعا بنقول انتوا عارفين. مش هقول لكم. حتى لو في الصندوق بتاع اللي هو قدام المسجد ده طبعا ما حدش يبقى عارف ان انت هتطلعي صدقه غير الزوج لان دي فلوسه. فهتقولوا له طبعا انا هطلع من الفلوس دي صدقه عشان ربنا يبارك لنا فيها وهو ربنا يبارك فيه ويرضى عنه مش هيقولك لا. طيب وعندك بقى حل من الاتنين. عندك اول حل، لا تجيبي كده اجنده كده حلوه زي اللي معايا دي، لا اما تجيبي اظرف. عارفه الظرف اللي هو بتاع زمان كده اللي هو حرفه ازرق ده؟ ايوه هو ده بيتجاب من المكتبه على فكره. مش عارفه الواحد بجنيه او بنص جنيه حاجه كده يعني بحاجه بسيطه مش بفلوس غالي. طيب هنعمل ايه بقى لما نجيب الاظرف دي او الاجنده دي؟ هنعمل ايه؟ هنجيب الفلوس اللي معانا كلها ونشوف اول حاجه الالتزامات بتاعتنا المهمه اللي ما تتاجلش. زي زي الايجار. نجيب كده عندك لا تجيبي اول صفحه زي ما انا وريتكم كده وتحطي فيها
تكتبي كده الايجار، وتحطي فيها بقى ايه ايجار مثلا 200 جنيه 1000 جنيه، شوف بقى ايا كان الايجار كام. حطي الايجار اول حاجه. الايجار يعني ما هو ما كناش نشيل حق الايجار، هنشيل ايه؟ فاول حاجه نحط الايجار. والصفحه اللي انت حطيتي فيها فلوس الايجار دي ما تجيش جنبها الا لما صاحب البيت يجي ايه عايز فلوس الايجار، او يجي ميعاد الايجار تدفعيه. صاحب البيت بقى مسافر، ما رايح في اي حته في مصيف في مش عارفه ايه، ما تقوليش اصرف على ما يجي، لا ما فيش الكلام ده. ده اول الشهر قبضنا او ايا كان قبضنا، الفلوس تبقى موجوده، راح ما راح حاجتك موجوده. يجي كده يخبط يلاقي الحاجه فلوسه موجوده. ماشي. ادي كده ايه، ادي كده الايجار. طيب الصفحه بقى اللي وراها او الظرف اللي وراه، نيجي بقى نشوف علينا التزامات ايه. علينا ميه ونور وغاز ونت. طيب ماشي. نروح بقى كاتبين ومثلا ودروس عيال او كده، نروح بقى كاتبين في الصفحه الكلام ده، وكاتبين وحاطين ايه الفلوس بقى اللي احنا عارفين كل شهر بندفعها. بيجي لنا ميه قد كده، نور غاز مش عارفه ايه، اجمالي مثلا قد كده، نروح ايه حاطينه في الصفحه دي. ونعمل حسابنا ان الشهر اللي جاي كمان نوفر، نقتصد كده من ايه النور مثلا. النور دخلتي الاوضه خرجتي اطفي النور وراكي. الفيشه بتاعت الشاشه حطاها، مش بتتفرجي على الشاشه شيلي الفيشه. طيب الشواحن حطها في الشاحن، اللي خلصت الشاحن شيلي الشواحن، لاني كل ده بيسحب كهرباء. طب الغاز انا دلوقتي في الصيف مش مشغله السخان بتاعي غاز ومش مشغله، اقفل المحبس بتاعه برضه قبل ما انام، اقفل برضه المحبس بتاع البوتاجاز. بدل انا مش مستعملاه اشغله ليه؟ يقوم بقى ايه اللي حاصل؟ يقوم الشهر الجاي يجي بقى ايه بفضل الله، طبعا كله بفضل الله، احنا ما فيش حاجه بايدينا، كله من عند ربنا. نروح بقى اي حاجه حلوه بتيجي من عند ربنا، زي ما قلت لكم كله بفضل الله، واي حاجه حلوه بتيجي من عند ربنا. اي حاجه ابتلاء بقى، اي حاجه وحشه بتيجي بقى ده من ذنوبنا. بنكون احنا عاملين حاجه فربنا بيحب ان هو ايه يغفر لنا، فبيبتلينا باي حاجه تعكنن علينا، زوج بقى يعكنن عليكي ايا كان بقى، فدوت ايه بيغفر لك بقى حبه الذنوب اللي احنا بقى رحنا اتكلمنا فيهم على مش عارفه فلانه وعلانه، واختي مش عارفه عملت ايه، ومرات اخويا مش عارفه جابت ايه وسوت ايه، كل الكلام بقى اللي احنا عارفين بنقع فيه. واللي انت تشيلي الفيشه بتاعه الشاشه او بتاعه الشاحن او تقفلي المحبس بتاع الغاز، ده مش كلامي، ده كلام يا ستي يا غاليه، كلام المحصل بتاع الكهرباء او بتاع الغاز. بيجي يقولك ايه 1 2 3. في حاجه صعبه في اللي انا بقوله؟ لو في حاجه صعبه اكتبولي تحت في الكومنتات. ولو لسه ما عملتوش اللايك ونسيتوا، حطي لايك يا غاليه. ولو لسه داخله حطي لايك برضو يا غاليه يا قمرايه، عشان الفيديو يترفع وعشان غيرك وغيرك يشوفوه وتاخدي الاجر. ولو لسه برضو ما اشتركتيش في القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. الصفحه بقى اللي بعدها عندك هتكتبي فيها ايه؟ اكتبي فيها اللحوم والبقاله. طيب اللحوم بقى اللي هو بقى هتجيبيها طول الشهر، سمك بقى، فراخ، اي حاجه اللي انت بقى هتجيبيه. قسمي بقى نفسك ودبري، وشوفي مثلا احتياجكم قد ايه، وشوفي انت بتحتاجي قد ايه، وحاولي برضو تقللي شويه عشان يبقى معاكي قرش. والبقاله طيب، وتفرزي طبعا الحاجات اللي عندك لما تيجي نازله تجيبي، وتكتبي وتشيلي الفلوس بتاعتهم في نفس الصفحة دي او في الظرف. يعني هتشيلي الفلوس دي في الصفحة دي او في الظرف. تمام. خدي بالك بقى، تعالي اقولك اوعي تروحي هنا ولا هنا. عندك مفيش حاجة اسمها عروض، ما تروحيش تقولي لي انا رايحة ايه مش عارفة عرض المكرونة ايه فجبت العرض، عرض مش عارفة الخل ايه فجبت الخل. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي، اوعي تعملي كده. انا نازله بقى بلف مش عارفه اشتري ايه ولا عارفه اجيب ايه. لا يا حبيبه قلبي، قبل ما تنزلي معاكي ورقتك وقلمك وتكتبي. شوفي البيت فيه ايه. عندك مثلا رز بس مش هيقضي لاخر الشهر، اجيب حبه رز اخليهم، اجيب حبه مكرونه اخليهم، اجيب حبه شعريه. دوت البند بتاع البقاله. اجيب بقى انا لو انت ما شفتوش الفيديو اللي قبل ده شوفوه هينفعكم في مشتريات الاسبوع. تمام، عشان ما نتكلمش في النقطة دي كتير. ما تنزليش بقى ايه
تجيبي لي صاحبتك وتقول لها تعالي ده انا زهقانه ومخنوقه ومش عارفه ايه، وتعالي ننزل نشتري شويه حاجات. ما انت ما تطلعيش غلبك يا اختي يا حبيبتي في شراء الحاجات، ونروح بقى نصرف المرتب بقى كله في شراء الحاجات. لا، احنا عايزين ستات بيوت كده ايه، ناصحة كده وشاطرة، ما تنزليش ب200 جنيه 300 جنيه وايه تطلعي من غيرهم. يا حلاوة يا جميل يبقى انت كده عملتي ايه؟ لا، ما فيش الكلام ده. مخنوقة وعايزة تنزلي مع صاحبتك تفك شوية، خدي يا حبيبة قلبي حقي كوباية العصير وانزلي مع صاحبتك، لفي زي ما تلف واطلعي. ما فيش